طبعا كلنا عارفين ان من رحم المعاناه بتولد النجاحات. تخيل تبقى معاناه واحد من افضل اللعيبه في التاريخ تكون ان هو يدوق مراره الحرب والقصف. لاعب النهارده هو صاحب القصه الاغرب اللي ممكن تسمعها في حياتك، وازاي قدر يعدي الحرب والقصف ويكون واحد من افضل اللعيبه في اوروبا. ويلا بقى نروح على السخان، نعمل لايك عشان اقول لك مين هو اللاعب بتاع النهارده. في سنه 1990 اعلنت دوله كرواتيا وسلوفينيا استقلالها عن دوله يوغوسلافيا. بعد الانتخابات حصل تحالف بينهم وطرد الشيوعيين من السلطه، ولكن الانفصال ده ما عداش على خير خالص. ليه؟ عشان في دول زي البوسنه والهرسك وصربيا اتحطوا في صدام مع بعض وجروا في رجليهم دوله كرواتيا، ومن هنا هتبدا القصه اللي كلها خزان احزان وتقطيع شرايين. بس قبلها خلينا نرجع شويه بالزمن قد 5 سنين كده، وتحديدا يوم 9 سبتمبر 1985. في التاريخ ده اتولد الطفل ابو شعر ناعم لوكا في مدينه زادار في كرواتيا. ولكن لوكا كان طفل في اسره مكونه من ام اسمها راديكا مودريتش بتشتغل في مجال الغزل والنسيج، يعني تقدر تقول عليها خياطه. اما ابوه بقى ستيف مودريتش كان بيشتغل ميكانيكي عسكري بيصلح العربيات للجنود الكرواتيين. فكانت اسره مترابطه وجميله والحياه بينهم هاديه جدا. ولكن المشاكل ابتدت لما لوكا مودريتش بقى عنده 5 سنين، عشان بدات كرواتيا ساعتها تنفصل عن دوله يوغوسلافيا، وبعدها بتبدا الحرب بين الدول دي كلها. الحرب دي اللي اتسمت حرب البوسنه والهرسك، عشان في يوم 8 ديسمبر 1991 لوكا اللي عنده 6 سنين ده بقى يكون قاعد في بيت جده في قريه صغيره اسمها مودريتشي. يوميها بقى دخلت شويه ميليشيات صربيه القريه ودورت الضرب في كل سكانها، ولوكا مودريتش كان شاهد عيان على حالات الضرب اللي حصلت للرجاله وحالات الاغتصاب اللي حصلت للستات في قريه جده. ولكن الحقيقه دي ما كانتش اسوأ حاجه ممكن يمر بيها اي طفل في سن لوكا. الاصعب حصل لما تخش الميليشيات بتاعت دوله صربيا وتقرر انها تجيب 5 من المواطنين في القريه وتعدمهم قدام اهاليهم في رساله واضحه وصريحه اللي هو اطلعوا بره البلد. ومن ضمن ال5 دول بقى كان مين؟ تفتكر مين؟ قبل بقى ما اقول لك مين، عارف ان انت عايز تعرف، روح في السخان دوس لايك وتعالى اما اقول لك. اللي اتاخد من ضمن ال5 ما كانش ابوه زي ما انت متخيل، ده كان جد لوكا مودريتش، اقرب واحد ليه بعد ابوه وامه. سينر اللي كان بيشتغل راعي للماشيه، واحد من ضمن ال5 اللي قررت الميليشيات انها تعدمهم قدام اهاليهم. الطفل لوكا شايف جده وهو مسحول على الارض وايديه متكتفه وعينيه كلها دموع، وهو مستني رصاص الرحمه تدخل جوه صدر جده وما تخرجش تاني. واول ما العسكري الصربي سحب الزنات لوكا مودريتش كان بيموت من الخوف، وعينه كلها ترقم مستني الرصاصه اللي هتخرج من ماسوره العسكري اللي هتموت جده. وطبعا كل ده على لسان لوكا مودريتش بنفسه، اللي قال انا كنت بتمنى المسدس بتاع العسكري وقتها يبوظ او يحصل له اي حاجه بس جدي ما يموتش. وفي اقل من ثواني اتضرب الرصاص على اول ضحيه والثانيه. بس كل ده كان لوكا لسه عنده امل ان جده ما يموتش، بس مع ثالث ضحيه الامل كله اختفى عند لوكا. وفي الوقت ده اتولد انسان جديد اسمه لوكا مودريتش اللي هينتقم من العالم كله بس مش من الرصاص. وبعد الحادثه اللي حصلت دي اضطرت عيله لوكا مودريتش كلها ان هي تسيب البلد وترجع تاني زادار، وقعدوا في فندق ما فيهوش ولا كهرباء ولا ميه، وكل يوم كانوا بيصحوا على صوت الرصاص والقنابل اللي دايما ما بتقفش، ده غير اصوات الالغام اللي كل شويه بيسمعوها لما يعرفوا ان واحد داس عليها بالغلط. معاناه ما فيش اي حد في الدنيا كان يقدر يتحملها، لكن كل المعاناه اللي مودريتش عاشها دي هي السبب في تكوين مودريتش اللي انت شايفه وعارفه دلوقتي. عشان في الفندق اللي كان عايش فيه لوكا ابتدى يكتب اول سطور من سطور حبه مع الكوره. ولوكا زيه زي اي طفل كان دايما بياخد الكوره وبيقعد يلعب كوره في المدخل بتاع الفندق، ودايما كمان كان بياخد الكوره ويطلع يلعب في الاوضه لوحده، لحد ما شافه واحد اسمه جوزيب بيبو وهو بيلعب كوره في الجراج اللي كان في نفس المدينه اللي عايش فيها لوكا مودريتش في فتره الحرب مع اهله. وهنا لما اتسال المعلم بيبو عن ايه اللي شافه في لوكا مودريتش وهو صغير، وقالوا انه نحيف جدا بالنسبه للناس اللي في نفس عمره، وبالرغم من كده كنت اول ما تشوفه تعرف ان هو عنده شيء مميز وموهبه فريده من نوعها. ولوكا وهو في سن صغير قرر ياخد اول تجربه ليه مع نادي هاجوديك سبليت. ولكن زي ما قلت لك من شويه ان لوكا كان بيفتقد لبعض الصفات الجسمانيه اللي تخليه مش لاعب كوره محترف، كان هزيل وضعيف ونحيف جدا لدرجه ان خلى نادي هاجوديك ده يرفضه. وهنا الطفل لوكا بدا يشتغل على نفسه عشان يحسن من قدراته البدنيه، وفعلا هنا تبدا رحلته مع نادي دينامو زغرب، واللي بان ساعتها قد ايه هو لعيب ممتاز، وده خلى النادي بسرعه جدا يعمل له عقد لمده 10 سنين. المشكله يا مساتر ان لوكا كان نموه بطيء قوي، وكان حل المشكله دي حاجه واحده بس، ان النادي يديله مكملات غذائيه عشان يكبر اكتر. وبعدها بتتم اعاره لوكا مودريتش من نادي دينامو لنادي موستار، لكن لوكا برده ما كانش لسه وصل للفورمه اللي نادي دينامو عايزها، فعشان كده راح لنادي تاني. النادي ده هو انتر زباراشيتش، وفي النادي ده قدر يجيب الفورمه اللي نادي دينامو عايزها عشان في 2005 يرجع تاني للنادي الاصلي وهو عنده 20 سنه، ومن ساعتها بيلعب على طول واساسي، وقدر يكسب 3 دوري ورا بعض و2 كاس ورا بعض، ده غير كمان ان هو يكسب افضل لاعب في الدوري الكرواتي سنه 2007. ومن هنا بقى في سنه 2008 قرر نادي توتنهام ان هو يشتري، وفي اول موسم ليه مع توتنهام يقدر ان هو يوصلهم لدوري ابطال اوروبا بعد غياب 50 سنه. ومش بس كده، ده سنه 2010 2011 قدر يوصل مع نادي توتنهام لربع نهائي دوري ابطال اوروبا بعد غياب سنين طويله جدا. فكل ده يخلي اهم نادي في العالم يبص له بعين مختلفه ويقرر ان هو يشتريه. وفي سنه 2012 يقرر ريال مدريد ان هو يكيش 33 مليون جنيه استرليني ويروح ياخد لوكا مودريتش.
مودريتش، ومن اول يوم ليه في ريال مدريد التاريخ من هنا انت عارفه كويس. وعيله مودريتش اللي كانت زي اي عيله لاجئه في وقت الحرب كانت عيله يعني حالتها صعبه جدا، حياتهم كانت مختلفه عن اي عيله تاني في نفس ظروفهم. ابو لوكا اللي كان شغال وقت الحرب ميكانيكي في الجيش، فلوسه طبعا ما كانتش مكفيه انه يصرف على اسرته، ومن هنا بقى جه دور لوكا مودريتش، واللي بفضل لعبه لنادي دينامو ومن بعدها توتنهام الدنيا اتغيرت وخلى اسرته يروحوا لمكان تاني. اما عن حياته الشخصيه فلوكا مودريتش اتجوز فانجا بوزنيتش، والكلام ده كانت سنه 2010 وبعد حب وارتباط 4 سنين ودايم لحد دلوقتي. ومراته دي كانت هي السبب ان هو يتنقل من توتنهام لريال مدريد، وده بفضل طبعا ان هي اتكلمت مع مسؤولين توتنهام واقنعتهم ان هو يروح ريال مدريد. ودي كانت قصه لوكا مودريتش بدايه من حياته من هو طفل، من الصعوبات والمآسي اللي شافها في الحرب لافضل لاعب في العالم سنه 2018. وطبعا لو عايز تعرف حكايات تانية زي دي روح على طول اعمل في السخان سبسكرايب كده واستنانا في الحلقات الجايه.